شتاء والدنيا بتمطر، يبقى عدس ملناش غيره في ليالي الشتاء الجميلة. هنعمل النهاردة طبق عدس في الشياكة منه كده، دفا تلاقي، غدا تلاقيه، عشا تلاقيه، هيسد معاكي في اي وقت. هنعمله بطريقة جديدة ومختلفة شوية، تقدري تاكليه لوحده كده مش محتاج جنبه اي حاجة. عصرة ليمونة واشربيه وادعيلي. تابعي معايا الفيديو خطوة بخطوة. هنعمل النهاردة احلى طبق عدس لزوم الشتاء والتكتكة اللي احنا فيها دي. بس الاول انزلي اعملي لايك على الفيديو واشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. عشان نظبط بقى طبق العدس الحلو كده محتاجين بطاطسايه تكون متوسطه ومتقطعه مكعبات، قرن فلفل حامي من اللون الاحمر ده ومش اساسي، ممكن تحطي بداله بابريكا، معلقتين اكل بس رز، بصلايه متوسطه ومتقطعه مكعبات، وجزرايه برضو مقطعينها مكعبات. والعدس انا استخدمت النهارده ربع كيلو، كوبايه ونص تقريبا، و5 6 فصوص توم. الحله بتاعتك بقى على النار، هننزل فيها بربع كوبايه زيت، ويا ريت الزيت ده بقى لو يبقى زيت زيتون او زيت عباد او زيت ذره. وهنزل على الزيت بعد ما يسخن كده بالبصله وابدا ادبلها، بندبلها بس ما بنديلهاش اي لون. اول البصله ما بتدبل معايا بنزل عليها بالثوم والفلفل الاحمر، والثوم يكون سليم، ما تدقيهوش وما تطحنيهوش، حطيه زي ما هو كده هيستوي معانا. بعد كده حطيت الجزرايه، كل الخضار بتاعي يا بنات كانت واحده بس متوسطه حجم وسط، وبقلب كل حاجه بنزلها بقلبها دقيقتين كده بس لحد ما تدبل وتتشوح في الزيت. بعد كده حطيت البطاطسايه وبرده بشوحها دقيقتين 3 كده لحد ما احس انها مسكت نفسها والخضار كله ياخد من ريحه بعض. خلاص انا بفضل اشوح في الخضار لحد ما احس ان كله دبل وداخل على سوا كده. شايفه الخضار بعد ما بيدبل كده بنزل بالعدس. حطيت ربع كيلو عدس، حوالي كوبايه ونص تقريبا، انا غسلاه وحطاه بس يتصفى، ما نقعتوش. انا ما بنقعش العدس، بغسله كويس وبسيبه يتصفى. هشوح بقى العدس مع الخضار والبصله كده في الزيت لحد ما احس ان لونه غير. العدس لما بتقلبيه على النار لونه بيفتح كده وبيبقى لونه اصفر مش اورنج كده زي ما انت شايفه. خلاص كده ما فاضلناش غير معلقتين الرز. انا هحط معلقتين اكل بس رز عشان تتقلي قوام الشوربه، تبقى لفه معايا كده وقوامها كريمي، ما تبقاش خفيفه وصيصه. معلقتين الرز دول هيظبطوها لي. ممكن لو مش حابه تحطي رز ممكن تحطي بداله معلقتين دقيق، اي حاجه تمسك لك قوام الشوربه. هشوح برده الرز مع العدس والخضار شويه كده دقيقتين 3 لحد ما احس ان الحاجه ناشفه معايا في الحله، ما جابتش ميه. انا بنزل بيهم حاجه حاجه عشان ما يبقاش فيه ميه والحاجه تتشوح معايا كويس. هبدأ بقى احط لها التوابل بتاعتها. دي معلقه من توابل الفراخ او مرقه الدجاج البودره، نص معلقه صغيره يا بنات، دي معلقه صغنونه خالص، هتبقى حوالي نص معلقه من بتاعه الاكل، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كمون. وكمان هحط بقى التركه بتاعتي ربع معلقه او على سن المعلقه كده حبهان مطحون، بتدي للشوربه ريحه حلوه جدا. وهقلب بقى التوابل مع البصل والجزر والبطاطس والحاجه بتاعتي كلها، واشوح التوابل كده مع الخضار والعدس والرز عشان يشربوا من ريحه التوابل وريحه التوابل تتركز في الشوربه. بعد كده هديها الملح بتاعها حوالي معلقه ونص ملح، اظبطي الملح على ذوقك. وبقلب شويه كده لحد التوابل ما احس ان ريحتها بدات تطلع وشمتها. هنزل بالميه السخنه، حطيت هنا حوالي 1.5 لتر ميه مغليه من الكاتل كده عشان اسوي بقى الحاجه كلها مع بعضها. حبايبي لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو يا ريت تنزلي حالا تعملي لايك على الفيديو ده واشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. قلبي بقى الخضار مع العدس والرز كده على النار، وغطي الحله بتاعتك وسيبيها لما تستوي. وطي النار خالص وهسيبيها هتاخد حوالي نص ساعه ساعه الا ربع لحد العدس والرز والخضار ما يستوي ويتهري كمان معاكي. انا عايزاه يبقى بيوري مهري خالص عشان بعد كده هنضربه مع بعضه في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما انت شايفه كده. فتوطي النار عليه خالص لحد ما ياخد سواء على الهادي عشان الحله ما تتلسعش منك من تحت او تشيط ويبقى الاكل ريحته شياط. بقلب كده وبتأكد ان هي مش لازقة من تحت. خلاص كده هو كل حاجة استوت تقريبا، اتهرت معايا والعدس خلاص شكله مش باين. بنزل بقى بالهاند بلندر وبضرب الشوربة بتاعتي، ممكن تاخديها في شفشق الخلاط او في الكبة وتضربيها. الهاند بلندر وهي على النار كده بيضربها وبيخليها حلوة معايا زي الخلاط واحسن كمان. خلاص كده احنا خلصنا، الشوربه بتاعتنا بقت جاهزه مش محتاجه اي حاجه. انا بعد ما بضربها بالهاند بلندر وبنعمها كويس قوي واتاكد ان كل الخضار داب والعدس والرز ما بقاش فيه حاجه ليها اثر،
الهاند بلندر بينعمها معايا يا بنات زي الحرير. بس الخلاط هيقوم بنفس الوظيفة، فمش ضروري يعني هاند بلندر، ممكن تاخديها في شفشق الخلاط وتفرميها فرمة كويسة كده وتنعميها وتتأكدي ان كل الخضار داب معاكي. بعد كده بسيبها تاخد غلوتين على النار وتتقل وتتركز اكتر. وفي الخطوة دي لو حابة تديها بقى معلقتين كريمة، ممكن كريمة لباني، بس هي بصراحة مش محتاجة اي حاجة، هي بتلف وبتتقل، وكمان الغلوة اللي بتاخدها على النار بتركزها كده وبتقلها اكتر. شايفة لون الجزر بقى بدأ يظهر معايا، مديها لون كده اورنج خفيف، وقوامها تحفة، لا تقيلة ولا خفيفة، كريمي كده، وريحة كل حاجة فيها ظاهرة، ريحة البطاطس مع ريحة الجزر والبصل، حاجة كده تحفة. بصي قوامها عامل ازاي، زي الحرير، ما فيهاش اي كلاكيع ولا اي حاجة ما اتفرمتش. انتي بناتي الشوربة بتاعتي الخطيرة، حلوة جدا ومغذية جدا لو عندك اطفال صغيرين، وبتدفي جدا جدا جدا. زوقيها بقى باللي انت عايزاه. انا حطيت شوية فلفل احمر كده حراق عشان نكمل بقى الدفا، شوية بصل اخضر، عصرة ليمونة، العيش الناشف الحلو ده. وهي مش محتاجة عيش، ممكن ما تحطيش عيش، هي مش محتاجة اي عيش، هي فيها رز وفيها بطاطس وفيها عدس، فيها كل حاجة. بالمعلقة كده وتشربيها، مشبعة جدا وبتدفي جدا. بس كده حبايبي، ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب طريقه العدس دي تكون عجبتك وجربيها. ولو جربتيها وعجبتك ما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.